انتوا لما عملتوا مسار اجباري قدمتوا مزيكا مختلفه وقدمتوا كلام مختلف. انتوا خدتوا كلام، يعني حتى خدتوا كلام قديم، ما لجأتوش ان انتوا تاخدوا كلام العربي تحطوه على روك وجاز وتعجبوا الشباب، ودي سكه سهله. انما انتوا اشتغلتوا قوي. يعني انا بحس ان المزيكا بتاعتكم اللي بيقولوا عليها مزيكا متعوب فيها، ايه اللي خلاكم مشيتوا في السكه الصعبه والسكه السهله موجوده قدامكم وشفتوا في ناس ناجحه كده؟ لا، انا السكه السهله دي ما تلزمنيش. يعني السكه السهله دي كل الناس ماشيه فيها. السكه الصعبه دي بتبقى فريده من نوعها، وبتعمل للواحد طابع معين، ايدنتيتي. احنا متربيين اوريدي على كذا نوع من المزيكا. يعني بنحب جدا مثلا بينك فلويد، وبنحب برضو سيد درويش، وبنحب زياد رحباني، وبنحب كولد بلاي. غصب عني لما باجي اعمل مزيكا، كلنا لما بنيجي نعمل مزيكا في الفرقه بنتاثر بالحاجات دي غصب عننا. فاحنا ما كناش عايزين نجيب كلمات ونحطها على مزيكا روك، لا، مش دماغنا دي. احنا عايزين نجيب كلمات عربي ونغنيها شرقي، وممكن نحط المزيكا ورا روك شويه. ده قعدنا فيه كتير قوي عشان نظبطه، وقعدنا فيه كتير قوي عشان ما يبانش الموضوع ان احنا بنغني انجليزي بس باللغه العربيه. احنا ما كناش عايزين ده، كنا عايزين نغني زي سيد درويش. المثال للموضوع ده كانت اغنيه انا هويت. انا بحبها لدرجه ان انا حاسسها انها ماستر بيس عندنا، او اغنيه بقت بتنتمي لينا زي ما هي بتنتمي لسيد درويش، او اتمنى يعني ان هي تبقى بتنتمي لينا زي ما بتنتمي لسيد درويش. وقلنا احنا عايزين نعمل الفكر ده. وجه ساعتها فتحي سلامه، موسيقي عبقري، وازاي عرفنا ازاي ممكن نلعب الحاجات الشرقي دي على المزيكا الغربي دي، وازاي ممكن تعمل كان هو المنتور بتاعكم او المعلم بتاعكم كتير. ولا يعني اتأثرتوا بيه بس لفترة؟ لا، هو احنا كنا بناخد ورش عمل مع فتحي سلامه، وكنا مرتبطين بيه جدا. احنا اول حفله لمسار اجباري طلعناها كانت حفله الجرامي بتاعت فتحي سلامه. كان هو واخد جرامي عن ألبوم ايجيبت مع يوسف وندور، واحنا كنا بناخد عنده ورشه عمل، احنا وموسيقيين كتير يعني. وجي قال لنا تعالوا العبوا لو انتوا عاملين فرقه وبتاع. فقلنا له يا فتحي احنا عندنا اغنيتين. طبعا احنا كنا مرعوبين، احنا هنطلع بقى قدام 3000 بني ادم وهنغني فاول حفله طلعناها كمسار اجباري كانت مع فتحي سلامه. ففتحي سلامه بالنسبه لنا حاجات كتير قوي، صديقنا، اخونا الكبير، المعلم بتاعنا، وفي نفس الوقت احنا متاثرين بيه جدا يعني. بس ده اللي كون تقريبا فكره المزيكا عندنا، او ازاي احنا بنفكر في المزيكا وازاي بنفكر في الكلمات. الكلمات موضوع كبير وواسع جدا، يعني في فرق كبير قوي من الشعر وكلمات الاغاني، وفي تركيبه كده للاغاني معينه. احنا كنا عايزين نكسر كل التابوهات دي، ما كناش عايزين نعمل حاجه فيها شبهه ان حد عملها قبل كده. كنا دايما عايزين نعمل حاجه جديده.